لو شغلت تكييف عربيتك على سرعه ممكن الكمبريسور يبوظ؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. عشان تفهم الموضوع ده لازم تفهم ان عندنا حالتين منه. الحاله الاولى ان في نوعين من الكمبريسور، كمبريسور عادي على كلاتش، يعني طرف واحد مجرد ما بيحصل مجال مغناطيسي على الكلاتش بيلقط مع التموره وبيبدا الكمبريسور يشتغل، وده كارثه لو اشتغل على سرعه، لان ممكن يكون في اتزان في الضغوط وانت فجاه تروح مشغل الكمبريسور على اقصى كفاءه ليه اللي هي على سرعه 100 او 120، وبكده انت للاسف مع الوقت الكمبريسور هيبوظ. الحاله الثانيه ان يبقى عندك الكمبريسور على فالف كنترول، والكباس ده الفالف كنترول بينظم الضغوط، تشغلها على 100 تشغله على 150، مش هيحصل عندك اي سايد افكت، وما تقلقش من النقطه دي خالص. دلوقتي النقطه الاهم ان انت تعرف ايه الكمبريسور اللي راكب عندك، هل الكباس اللي على كلاتش ولا الكباس الكهرباء اللي مفيش منه سايد افكت. وعلشان تبقى فاهم ان كل العربيات الحديثه بداوا يعملوا الكمبريسور الكهرباء علشان يشتغل معاك في اي وقت، عشان انت كمالك عربيه تبقى ماشي في امان. وبكده صلحنا المعلومه المغلوطه عند الناس. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.